كلنا عارفين ان المحشي اهم اكل في الشتاء ومعروف بدفات المصريين. هنعمل محشي الكرنب وورق الخاص بتكات بنات العيلة، مش هتصدق هتفرق معاك ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة. يلا بينا. اول حاجة في حلة على النار هننزل فيها بشوية زيت ذرة حلوين، وهننزل بنص كمية البصل اللي معايا وهفضل اشوح فيه كويس لحد ما يدبل، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم وهسيبها تتسبك. وهنا بقى هقطع الخضرة، معايا حزمة بقدونس وشبت وكزبرة وقطعتهم صغير زي ما انتوا شايفين كده. انا كده ماشية معاكم خطوة بخطوة وكل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو. وبعد كده هجيب نص كمية البصل اللي انا كنت سبتها وهنزل عليها بمعلقة كمون وفلفل اسود وملح وبهارات سبع وكزبرة ناشفة، وهعجنهم مع بعض كويس جدا. على فكرة الخطوة دي مهمة قوي وبتفرق جدا في طعم المحشي. وهنا الطماطم اتسبكت ونزلت عليها بنفس التوابل اللي انا ضفتها على البصل. هننزل بالرز الاول وبعد كده الخضرة. الحركة دي حلوة جدا. وبعد كده هضيف عليها البصل اللي انا كنت تبلته وهقلب كل ده، وهننزل بالصلصة. طبعا هنفضل نحط صلصة لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه، وهقلب كويس جدا. واخر حاجة بقى هضيف عليها معلقتين قشطة بلدي. الله، بجد يا جماعة دي اللي هتنقل طعم المحشي في حتة تانية خالص، هتخليه مسكر كده. نجهز بقى الحلة. هنحط طبعا في اخر الحلة بصل شرايح وطماطم شرايح وفلفل رومي وكزبرة وبقدونس وورق لورا، وبس كده. بصوا بقى الحشو سهل ازاي، هعمله معاكم دلوقتي. هنمسك الورقة ونحط فيها شوية رز، واهم حاجة الرز ما يوصلش للاطراف علشان لما يستوي ما يطلعش برا. واهم حاجة نبرم كويس، ولو في اي رز زيادة من برا نشيله. الموضوع سهل جدا جدا علشان الناس اللي عندها عقدة من المحشي. هو سهل جدا يا جماعة، مش صعب خالص. خد الخطوة وبقلب جامد. شايفين شكل المحشية حلو ازاي؟ وهبدأ ارصه بقى في الحلة معاكم. وكده خلصنا محشي الكرنب، بنبدأ بقى نعمل محشي الخاص. طبعا محشي الخاص بنلفه زي السمبوسة كده، او السمبوسة زي ما تحبوا سموها زي ما انتوا عايزين. المهم ان هو هيطلع في الاخر شكله كيوت قوي والله. وبس، يعني بالطريقة اللي انا بعملها كده هعمل معاكم كام واحدة علشان تحفظوا الطريقة دي. تعرفوا يا جماعة ان محشي الخاص ده من المحاشي المفضلة بالنسبة لي. بجد هو الاقرب لقلبي. يعني بجد هو حلو قوي اصلا. لازم وانتوا بتعملوه تعملوه بحب علشان يطلع حلو معاكم. انا كده عملت معاكم محشي الكرنب خطوة خطوة، والخس خلاص بقى جاهز كمان، وهنبدأ نرصه كمان في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا المحشي ده عايز شوربة بط او اي شوربة متوفرة عندكم. نعمل بقى احسن بط بطريقة سهلة جدا جدا ولذيذة خالص. هنعمل البط بطريقة حلوة جدا يا جماعة. هجيب 5 بصلات مبشورين وعليهم طماطم مبشورة وملح وفلفل اسود، وهعجنهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنتبل البط، وبدخل التتبيلة في كل حتة عشان تدي طعم وريحة تجنن. يعني نحط في كل مكان تحت الجلد. ما تخليش البط كده الا لما كل مكان يكون فيه تتبيلة وتشرب منها. هسيبه بقى في التتبيلة نص ساعة مش اكتر من كده. وبعد كده هنزله في حلة فيها مية بتغلي، وبضيف لها ورق لورا وملح وفلفل اسود عشان طعم الشوربة. وكمان لو فايض حاجة من التتبيلة حطيه فيها زي ما انا عملت كده. وده شكل البط بعد ما استوى. شايفين لون الشوربة خطير ازاي؟ دي بقى اللي هنعمل منها احلى محشي. نسوي المحشي بقى. طبعا الشوربة ما تعديش مستوى المحشي، يغلي ونوطي النار ونسيبه ساعة لحد ما يستوي على نار هادية. ومحشي الخاص هنعمله برضو بنفس الطريقة. الشوربة ما تعديش مستوى المحشي، يغلي ونوطي النار ونسيبه ساعة لحد ما يستوي على نار هادية، وبس كده. شايفين بقى يا جماعة الحلاوة والجمال ده كله؟ عظمة، بجد رهيب. المحشي يتاكل كده والبخار طالع منه وريحته الخطيرة دي تجنن. وحمرت كمان البط، دهنته سمنة ودخلته الفرن لحد ما بقى لونه خطير كده. يا قلب عالجمال، خطير بجد.
محشي الكرنب ومحشي الخس مفيهوش غلطة بجد. شايفين البط خطير قد ايه ومستوي وجميل جدا ولحمه دايب دوبان. هستناكم بجد تجربوه وتكتبولي رأيكم في الكومنتات، واستنونا في فيديو جديد في أكلك ألذ مع بنات العيلة. بحبكم، باي باي.